اطيب كلير لاولاد حارتي اليوم. تفضلوا اولاد حارتي. الله يسعد لي اوقات الحاره. اليوم رح نسوي الكلير سوا. تفضلوا معي. المقادير هن نص كيلو طحين، نص كيلو مي، 250 غرام زيت، البيض حسب هلا بنشوف مع بعض قديش رح ياكلوا. عنا هون 13 حبة. اول شي بنحط المي والزيت على النار. حطي بابا. وهلا وقت غلت المي بنحط الطحينات حطة واحدة ونحرك هيك. شايفين صاروا مثل العجينة. وهلا بس تصل للقوام هاد وبعد ما نشفتها على الغاز ونخليها تبرد. بنجي هلا للكريمة. بدنا 5 معالق طحين، 5 معالق نشا، 8 معالق سكر، 1 شلاك زاني وهي اختياري، و8 حبات صفار البيض. ونفضي هون لتر حليب مشغل عليه النار. هلا بنفضي الشلاك زاني. ونفضي نص السكر، نص كمية السكر. ونحركها. بنحط الطحين كمان بنحرك. وبنفضي النشا. نرجع نخفون هيك. ناخذ الداير. هلا باخذ كوبايتين حليب بحطه فوق القوام وبحرك. هلا بنزل شوي شوي وبحرك. وهلا بعد ما فترت عجينة الكلير بننزل شوية بيض. وبدعكم. هلا البيض اللي اخذنا صفاره حطينا البياض هون. وبننزل اول باول. بعد ما راحوا يلي نزلناهم بننزل رد كمان. اولاد حارتي بعد ما وصلت للقوام هاد شايفين ترفعوا المعلقة هيك ما بيصير تنزل هيك شوي شوي مثل المسبحة بيكون الامور تمام. اخذنا بياض البيض اللي بقي عنا وحطينا فوقهم شي 6 حبات. هلا بيختلف عيار البيض اخواتي على حسب مو منشفينها على الغاز. هلا ممكن تاكل هي عيارها تقريبا نص كيلو بياكله شي 12 بيضة وحسب انتم مو منشفينها وحسب قوة الطحين. بقى انتم لتصل نزلوا بيضة ولا تصل للقوام هذا بيكون الامور تمام. هلا بنجيب صينية الفرن بنبخها بالمي وبنحط ورقة الزبدة هيك ونلزقها هيك مشان ما تمشي معنا نحن وقت بنشكلها. بنعبي كيس الكريمة يلي هو هيك. بنعبي الكيس بهالشكل هذا. بعد ما عبينا الكيس بنعمل له هيك هالضغطة هاي وشايفين بنسحب منه الهواء بهالطريقة هاي وبنفتله على قد ايدنا. انه ما شرط تكبسوه من فوق هيك مشان تاخذوا راحتكم. بنشكل بهالطريقة هاي. نسحب هيك. هلا رح نحطها على الرف الاول على درجة حرارة 200. انا محميه من قبل. تقريبا بدها تاكل وقت بين 35 دقيقة و 45 دقيقة. وهلا بعد 40 دقيقة خلينا نشوف النتيجة سوا. تسحبوها هيك على اول رف. ما فتحت الفرن نهائيا. تعملوا لها هيك
شايفين منشفة من كل القراني منشفة مشان ما ترجع تهبط. ونسحبها خالصة. وهي النتيجة اخواتي، طلعت بركة ما شاء الله. تقريبا طلعوا شي 50 حبة. فيكن انتو تعملوا ربع الكمية او الكمية اللي بدكم اياها. المهم نص كيلو طلعوا 50 حبة تقريبا. طريقة الحشي اخواتي بالكيس بالمعلقة او شو ما بدكم تحشوها. طبعا الشوكولا مذوبة على حمام مائي، ونغطها بهالشكل هذا، نصفيها شوي ونحطها بصحن التقديم بهالشكل هذا. نفس العملية. وهي النتيجة اولاد حارتي. شايفين لونها ما احلى؟ بنصحكم تجربوها، ويلي بيجربها يكتب لي بالتعليقات. تعالوا نقسم وحدة ونشوف النتيجة سوا. وهي بعد ما قسمنا وحدة اولاد حارتي. شايفين العجينة؟ اطيب كلير لاولاد حارتي اليوم. تفضلوا اولاد حارتي.